السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا النهاردة الترند الجديد اللي هو الفطيرة بتاعت ست كريمة اللي احنا سامعين عنها على الفيسبوك. كتير جدا عايزين نعرف هي ايه ست كريمة. حاجات يعني بتتعمل ازاي، سهلة جدا على فكرة ومش مكلفة خالص المبالغ اللي هما بيقولوا عليها. وعلى فكرة هي في كنافة وبسبوسة رخيصة برضو، مش غالية جدا. يعني مكوناتها بسيطة خالص. تعالي نبدأ ونسمي بسم الله، وتعالي نعمل الكريمة بتاعتنا الجميلة. انا هجيب 4 كوبايات من الحليب، هحط عليهم 4 معالق من السكر، وكمان هحط 4 معالق من الكريم الشانتيه البودر، وهحط كمان 3 معالق من النشا، وكمان قطعة قشطة لو عندك. قلبي بقى، قلبي على البارد لحد ما ترفعيها على النار. وبعد ما ترفعيها على النار حطيها كده في مكان يكون واسع، تبرد ساعة ساعتين براحتك، وغطيها بأي حاجة بلاستيك علشان ما تعملش قشرة. نعمل السيرم بتاعنا. جبت 1.5 كوباية من السكر، عليهم 1.25 كوباية من المية، وسبتهم على النار لحد ما يغلوا، وعليهم عصرة ليمونة او كيس فانيليا. ادي الكريمة بتاعتنا ناعمة وجميلة جدا. هنجيب بقى لفة الجلاش. لفة الجلاش دي هتعمل معاكي 3 فطاير، 3 فطاير بالظبط، علشان احنا بناخد بالظبط 6 رقات. طبعا على حسب اللفة بتاعت الجلاش اللي انت جايباها. هاخد 6 ورقات منهم، هاخد الورقتين الاولانيين هقسمها بالنص بالشكل دون، زي هعملها جراب للكريمة علشان ما تفتحش وتطلع من الفطيرة نفسها وتبظ كده بره. فاحنا هنجيب ايه، هنجيب الرق الاولاني وهندهنه بالسمنه او الزبده بتاعتك اللي عندك المتاح عندك، وهنحط كده ال4 ورقات فوق بعض، ورقه والتانيه وندهن، ورقه وندهن، ورقه وندهن، ال4 ورقات فوق بعض. وبعد كده هنجيب الجراب اللي احنا عملناه، اللي احنا حطينا فيه الكريمه. احنا كده حطينا ال4 ورقات اهم. هنجيب الجراب ده نحطه في النص، وبرده ندهن من السمنه علشان تديكي مورقه، تكون مورقه معاكي وتبقى طبقاتها حلوه كده ومقرمشه معاكي. ونطبق كده زي كانك بتقفلي جواب. بصي الفتحه بتاعتها دي خليها من تحت ادي في الصينيه، وهندهن الوش بتاعها. نعمل باقي الكميه بتاعتنا اللي موجوده زي ما انت محبه، عايزه تعملي فطيره 2 3 4 براحتك جدا على حسب احتياجك انت. نعمل الكريم شانتيه. معايا كيس دريم كريم شانتيه بودر اللي هو اللي بالسكر، لو عندك اللي من غير سكر عادي مفيش مشكله، ميه وسكر وتقدري ان انت تعمليها او بحليب. بص بعد ما طلعنا الجلاش بتاعنا من الفرن، طلعناه شربناه من السيرب بتاعنا، كان السيرب برد، شربناها وسبناها مثلا دقيقه على الجنب ده، وسبناها دقيقه على الجنب ده تشرب من الجنبين. لو حابه ان انت تحمصيها كمان اكتر من كده براحتك خالص. هنطلعها كده على طبق التقديم، وهنعمل بقى التوبنج اللي انت عايزاه، الشكل والحشوه اللي انت عايزاها. انا عندي هنا بقى طبعا الكريم شانتيه البودر اللي احنا عملناه ضربناه وحطيته في كيس حلواني. والحشوه دي بتاعتك انت بقى. انا حطيت اللي هو بسكوت من اللوتس، وعملت لها كمان صوص من اللوتس اهو. وده كده الطبق الاولاني بتاعنا. دي فطيره كانت جميله جدا وطعمها كان خطير. التانية هنحشيها برضه، هنحط لها كريم شانتيه، وهنديها الحشوه بتاعتها اللي هي الفول السوداني مع السمسم، مع قصدي الفول السوداني مع الزبيب وجوز الهند. وده كده كان الطبق التاني. نيجي بقى للطبقة التالتة. انا رشيتها بس سكر بودر بس فقط، ودي كانت من احلى الفطاير. ودي الرابعة عملتها بالفواكه. طبعا كل واحد على حسب الحشو اللي هو عايزه. انا ما بقولكيش اعملي ال4 او ما بقولكيش اعملي يعني كذا نوع، لا اعملي اللي انت حباه اللي انت عايزاه. تقدري تعمليها بالسكر البودر بس، حلوه جدا وكان طعمها خطيره بجد، والفطيره جديده وجميله.